بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. النهاردة انا هعمل مكرونة شوربة. المكرونة الشوربة دي طبعا هي بتتعمل بلحمة او بفراخ او بشوربة لحمة او بشوربة فراخ، او يعني حسب الموجود عندك. انا عندي دلوقتي شوربة بط او شوربة بط او شوربة وز او رومي او اي حاجة من دي. انا عندي شوربة بط وهعمل عليها مكرونة شوربة. طبعا مكوناتها ان هي بتتحط المكرونة بس تكون مقاسها صغير قوي. المكرونة اللي هي العقل الصغيرة خالص علشان بتنفش في الشوربة. وطماطم، يعني 4 طماطمات وعملتهم في الخلاط. علي النار كده شوية. وطبعا بتحتاج فلفل اسمر وبتحتاج ايه حبة شطة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. هنحط طبعا لما تغلي الشوربة هنحط طبعا الطماطم، هتدي تسبيكة مع الشوربة شوية، وهنحط عليها الفلفل الاسمر والشطة ونسيبها تغلي لما قرب لما ايه تبقى يعني حمرا زي التسبيكة. طبعا هي فيها حبهان وفيها لورا وفيها كمان الحاجات بتاعت الحوايج بتاعت البطة اللي هي الأنثى والقلب، الحاجات دي. وطبعا هي بتغلي الشوربة هنحط بقى الطماطم. هنحط مع الطماطم طبعا لازم اي حاجة طماطم تحطي فلفل اسمر. هحط كمان حبة شطة. طبعا الشوربة فيها ايه طبعا إدام. شوف الشوربة وصلت لايه الشكل ده. دي اهي واتسبكت. هنحط بقى المكرونة، حبة مكرونة اهو. هنسيبها شوية.
بقت بالشكل ده. لو هتتساب شويه هتبقى زي المبلبجه اللي بيعملوها الليبيين، هتبقى المكرونه ايه بالشكل ده. دي بقى اللي بيسموها المكرونه المبكبجه، احنا هنا في اسكندريه بنسموها المكرونه ايه شوربه. متنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، ويوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.